والصلاة والسلام على رسول الله. راح نبدأ مع بعض دورة اللانش كيك أو اللانش بوكس كيك، والاسم مأخوذ من صندوق الغداء اللي نعطيه الأطفال للمدرسة، لأن حجمها صغير ويمديكم حتى تحطونه ببوكس الغداء. يعني هو تعبير مجازي وليس فعليا يحطونه، ولكن فقط الاسم، عشان كذا مسمينها اللانش كيك. عندي مزيج كيكة المبروكة، كلكم دائما تسوونها معي ودائما أكررها، موجودة وصفتها باليوتيوب بالانستغرام. اللي بعد عندها كتاب الإلكتروني موجودة عندهم مكتوبة بجميع المقادير الدقيقة. دائما أعيدها، عشان كذا اليوم اختصرت الموضوع وخلطتها من بدري في شيت بان أو صينية براوني أو صينية مستطيلة أو صينية سويس رول أو أي نوع من الصواني اللي تجيك مستطيلة بهذا الشكل. تبخينها في زيت بخاخ، أنا أفضل دائما زيت بخاخ كارلكس بهذا الشكل. تبخينها خصوصا بالجوانب من تحت بشيء بسيط، لأنه راح نحط ورق الزبدة. بعد كذا ناخذ ورق الزبدة ونحطه بهذا الشكل. ليش؟ عشان نضمن إن كيكتنا ما تخرب بتاتا ولا تلصق، مع ان الصينية ضد الالتصاق، ولكن ما يمنع نحصن نفسنا بهذا اللي هو ورق الزبدة عشان ما يضيع تعبنا. شفتوا بهذا الشكل، تكونين قاصتها من بدري وتحطينه زي كذا، تسوين الأطراف كل شيء تمام. أيضا ترجعين تبخين عليه بخة بسيطة، ما يحتاج، بس أنا تعرفون من زود الحرص. الحين راح نبدأ نقسم خليط الكيك على الصواني بأي طريقة أنت تحبينها. عندك كوب معياري، يعني أنت عارفة الوزنية أنه الصينية مثلا تشيل 3 أكواب معيارية عادي، تستخدمين ميزان عادي، تقسمين بمغرفة عادي، تصبينه مباشرة من الخلاط عادي. دائما أقول لكم عالم الكيك مفتوح والخيارات فيه جدا واسعة، لا تلتزمون بطريقة معينة. شايفين أنا بس بحط زي كذا، ليش؟ عشان أبغى الكيكة تكون أصلا رقيقة. شفتوا زي كذا، وهناك نفس الكلام أقسم نفس المقدار، كل واحدة وطريقتها. نوزع الخليط بواسطة سباتشولا بهذا الشكل، جدا بسيط الموضوع. شفتوا حتى تلصق على الجدار وبس، وخلاص ضبطونها عشان ندخلها الفرن زي كذا. بعدين بضرب كذا بهذا الشكل نفقع كل الفقاعات عشان تطلع لنا الكيكة متساوية من الداخل. ندخل الصواني في فرن مسبق التسخين من فوق ومن تحت، والمروحة مشغلة بهذا الشكل على درجة حرارة من 120 إلى 150. ليش؟ لأن الكيكة أصلا رقيقة وما نبغى الحرارة جدا قوية عشان ما تحرقها وتنشف، نبغاها تاخذ راحتها بالانتفاخ. بعد مرور ربع ساعة ما شاء الله تبارك الرحمن استوى الكيك وصار منفوخ وجميل، والريحة ما أوصف لكم. نختبر استواء الكيك بهذا الشكل، مستوي تمام ولا خذ أكثر من ربع ساعة. الحين شو نسوي؟ راح نطلع الصينية ونخليها حتى تبرد تماما. بس يا بنات لو تشوفون طراوة الكيكة المبروكة والريحة الخيالية، شايفين كيف؟ جدا طرية بشكل مو طبيعي، لذيذة جدا. وانا اول كنت احط فوقها قناش، شفتوا، واقدمها قطعها مربعات لانها سهلة ولا تاخذ وقت نهائيا ولذيذة جدا. غلفت الكيك بهذا الشكل وراح احطه بالثلاجة حتى يبرد تماما. يفضل تسوين الكيك بيوم وتسوين الكريمة بيوم. الثلاجة بسم الله، بس نخليها حتى تبرد كويس. طيب خلونا الحين نبدأ مع بعض عمل كريمة الزبدة الأمريكية. لعمل كريمة الزبدة الأمريكية خطوات جدا سهلة وبسيطة. عندنا 170 جرام من الزبدة و170 جرام من السمن النباتي، مهم عشان يعطينا نفشة ولون أبيض. نخلطهم مع بعض لمدة 5 دقايق. نضيف النكهة المرغوبة، أنا هنا فانيليا، بعدين نضيف السكر. السر في نجاح هذه
الكريمة هو الخلط الطويل، تخلطون لمدة طويلة 5-10 دقائق. كل ما زادت المدة كل ما انتفشت الزبدة وعطتنا كريمة زي الغيمة. هنا عندي كريمة خفق أو حليب، مجرد شيء اختياري عشان التخفيف إذا كانت الكريمة قاسية. يلا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. بسم الله. نضيف كمية الزبدة، لازم المعايير تكون كويسة وتقيسونها باستخدام الميزان الإلكتروني عشان تعطينا نتيجة احترافية في كل مرة نسوي فيها الكريمة. باستخدام مضرب البادل، هذا هو شكله، يختلف من خلاط الآخر ولكن لازم يكون موجود مع كل الخلاطات والعجانات. نخلط على سرعة عالية لمدة 5 دقائق. نقول بسم الله ونعطيها وقتها بالخلط. بعد مرور 5 دقائق وقفت الخلاط، كشفت الحواف ونزلت الفانيليا وأرجع أخلطها من جديد. مر على الخلط أكثر من 10 دقائق. شوفوا كيف طالعة الزبدة والسمنة، شايفين؟ طالعة خفيفة وبيضة كأنها غيمة. شفتوا؟ سويت فوكس، شايفين؟ هذا هو المطلوب. وكل ما زادت المدة كل ما طلعت لنا زبدة منفوشة أكثر. الحين شو بنسوي؟ بننزل السكر المنخول، البودرة اللي انتم شارينه بودرة، ما ينفع نطحن بالبيت. شفتوا؟ راح ننزله بالتدريج مع استمرار الخلط. مجرد ما نخلص الكمية حقت السكر وش نسوي؟ راح نعلي السرعة وأيضا نخليه ينخلط. شايفين؟ هذه كمية السكر راح ننزلها بالتدريج مع استمرار الخلط. لحد هنا الوصفة اكتملت. هذه هي الوصفة الأمريكية الكلاسيكية الأصلية بحذافيرها، ولكن حلاها شوي زايد. أنا دائما أحب أكسر الحلاوة أو السكر الكثير، يعني أحط المزيج السحري اللي هو دقيق مع حليب على النار حتى يصير زي البشاميل ويبرد، وبعدين تحطونه، تعطيها طعم خرافي، قوام خرافي، وتصير لذيذة. وأيضا تقدرون تحطون معاها كاستر، وأيضا تقدرون تحطون معاها جبن كريمي أو اللي هو كيري أو فيلادلفيا أو أيا كان الموجود. وهذه الكريمة الخرافية المتماسكة اللي تقدرون تشكلون فيها وتغلفون وتحشون تقدرون تحطون معاها جبن كريمي أو اللي هو كيري أو فيلادلفيا أو أيا كان الموجود. وهذه الكريمة الخرافية المتماسكة اللي تقدرون تشكلون فيها وتغلفون وتحشون وتلونون وتسوون حتى أشكال الورد بالكريمة. سهلة الدهن ومتماسكة ولذيذة، وسكرها موزون لأن حطينا الإضافة في النهاية. شايفين؟ هذه هي كريمة الزبدة الأمريكية الأصلية. عندي ألوان الطعام الجل، راح ألون فيها الكريمة، جزأتها إلى 4 أجزاء، وهنا بعد خليت بالخلاط عشان أرجع أستخدمها كلون أبيض. هنا ضبطت الألوان اللي راح أستخدمها مع اللانش بوكس كيك. كل واحد يستخدم الألوان اللي تناسبه حسب الخطة والشكل اللي هي راسمتها. شفتوا؟ بهذا الشكل لونت ودمجت وطلعت كل الألوان اللي أنا أحتاجها قبل أبدأ الشغل عشان يكون الشغل سلس ومريح. الكريمات كلها جاهزة والكيك جاهز، وهذه الأغراض اللي راح نستخدمها. أول وأهم شيء هو القطعات الاحترافية هذه الدائرية، وبعدين لازم تستخدمون بوكس صغير مثل بوكسات البرجر الورقية أو الفلين، وهذا راح نستخدمه للتغليف. وطبعا أكياس الكريمة، وضروري الأقماع الصغيرة هذه حقت الكتابة. وهذا الطقم أيضا مهم للرسم، خصوصا اللي تستخدم الرسم البتلات، مهم جدا. شفتوا؟ هذه الأغراض تقريبا مع استاند الدوار عشان نغلف. الخطوة، اعرفي حجم البوكس اللي عندك باستخدام هذه القطعات، تاخذين وتحطين. هذه لا صغيرة، تاخذين اللي أكبر حتى تعرفين حجم الكيك اللي راح يكون عندك. شفتي؟ أتوقع أنا إنها هذه.
أيوة هذه بالضبط على البوكس، شفتوا؟ الحين راح نبدأ نقطع الكيك بواسطة القطاعة اللي اخترناها. بس خلونا الحين نشيل ورق الزبدة بهذا الشكل ونبدأ نقطع زي كذا، شفتوا؟ هذا الشكل يعطينا تقطيع احترافي ودائري. بعد كذا نشيل كل الزوائد اللي بين الدوائر زي كذا عشان تعطينا طبقات كيك جميلة ومتساوية، شفتوا؟ حتى هذا راح نشيله بس راح نبعد هذه أول. تشوفون الزوايا قصصتها لأني ممكن أستفيد منها، بحيث إني أجمع مثلا هذا النص مع هذا مع هذا تعطينا دائرة كاملة، لذلك كل قطعة مهمة. في البداية راح أحشي الكيك أي حشوة عندكم انتم حابينها. أنا راح أحشيها بحشوة التشيز كيك. راح أخذ كمية زي كذا وأحطها بكيس الكريمة. نبدأ تطبيق الكيك. أول شيء زي ما قلت نحط ورقة زبدة، بعدين نحط الحشوة أي شيء انتم تبغوا تحشوه فيه، بعدين نحط طبقات الكيك وباستخدام الستاند الدوار شايفين وكيس الكريمة تقصونه بهذا الشكل. راح نعبي ونحشي الكيك زي كذا بوقت جدا قصير ولا ياخذ ابدا اي مجهود، شفتوا؟ خلصنا. الحين باستخدام كريمة الزبدة اللي لوناها راح نبدأ نغلف الكيكة. كريمة الزبدة دائما كيس الكريمة خلوه صديقكم، اذا طلعت لكم هذه الفجوات سدوها بكيس الكريمة وارجعوا اكشطوها بالسباتشولا، شفتوا؟ بهذا الشكل. بعدين ترجعونها بسباتشولا زي كذا وتختفي جميع الفجوات. باختصار تقدرون تشتغلون عليها أكثر من مرة حتى تطلع متساوية. ونشيلها ونحطها بالثلاجة حتى تبرد. وهذه الكيكات الجميلات بردت بالثلاجة كل الثلاث ألوان، ضبطتها وبردتها. مرحلة التزيين زينونها على حسب ما انتم حابين. أنا هنا حطيت ألوان متنوعة على أساس بسوي اللي هو كنا بالونات أو احتفال أو زي كذا، شايفين؟ بهذا الشكل نقدر نسوي البالونات، تضغطونها كذا وتسحبون لتحت. وبكذا خلصنا دورة كيكات اللانش بوكس وزيناها بأكثر من طريقة. أتمنى أن الدرس هذا فادكم وأشوف إبداعاتكم ضروري. شفتوا هذا الجمال؟ بعدين تحطون هنا شمعة صغيرة وملعقة وخلاص تقدمونها وبالعافية عليكم. كيكات صغار إحنا وماما بالمطبخ خبزنا نمسح الاستديو قبل